الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، بعض نقاط حول الأضحية، وكان هناك سؤال في الجمعة الماضية سنصحح الجواب في آخر الدرس، ربما الإخوة الذين سألوا يحضرون. ولكن أمور أخرى. أولا قلنا يجوز، العلماء أفتوا بأن يجمع الإنسان في بين الأضحية والعقيقة. العقيقة سنة والأضحية سنة. الرجل عنده ولد أو رزقه الله بولد، فيوم العيد قال أريد أن أذبح بنية الأضحية وكذلك بنية العقيقة، فالإمام أحمد قال أقول يجوز والله أعلم، الطرفان سنة. وهذا نقيسه مثلا يوم الجمعة، وربما يكون يوم العيد الرجل يتحمم، لا يغتسل مرتين لأجل واحد من أجل الجمعة وواحد من أجل العيد، الاثنين سنة، ومرة واحد يغسل رأسه وينوي الغسلين، غسل العيد وغسل الجمعة مثل ذلك. قياسا عليه العلماء يقولوا إذا اجتمع السنتان لا بأس، يجوز بنية واحدة، الطرفان يتحدوا لأنهما سنة. هذا أولا نصحح، وبعد ذلك أمر آخر جوابنا عليه خطأ سنصحح الجواب. كان تشتي مهم قالوا جماعته بالسرش قربان يا ميوانجي بين زمان يك ماقو قربان و أبا بعربية مجرد بجن عقيقة، يعني قربان زاروكا، خد زاروكا كدا يكيد خواذا قربان ويجي بدا، وقربان روجا عيد يجي عالم دبيجن هردي حيوانا كي تجبوني هردو قربانا بدي چه سبب چیه؟ لور افجی سنته و اوجی سنته. حیوان اکید ده دباز هر دیات خوازم بنیات اکی بدم والله بریم تنز ده حبابستینم، و انا خوازم خیره قربان عیدش دسته من هره، انا خوازم خیره قربان زاروکش دسته من هره، از هر دیا بدم. امام دبیجن عالم دبین اویا چه دبه، مثلا تشتی وکاویت کده هنک ام بیجن چوا چه دبه، روجا عیده تدی سنت انسان سر خوب شو روجا عیده، و روجا جمعی سنت سریخ بشوی. ای روجا کیک روجا هم این به و هم عید به، روجا این و عید تاید قال لك جرا این و عید به هفراتینه، و امجبونی هر دی سریخ خود سنم هم دیجارا سریخ ناشون، یعنی هم دیجارا ناکه بن حمام منیت سریخ بشون مجبونی غسل جمعی در امدار و جار کدی منیت جبونی غسل عید نجارا کیم سریخ خودشون به هر دیا بنیت کی اب هر دوی سنتن، اب هر دوی سنتن عالم بین اوان هر دیا به هفرات شهد بین. هذا أولا قلنا يجوز. سنؤخر حول النذر والأضحية في الأخير، ربما الإخوة الذين سألوا يحضروا حتى نصحح ما قلنا لهم، ونرجو الله أن يغفر لنا لأننا أفتينا خطأ في قسم من الجواب. أمر آخر، بعض العلماء أو هناك أحيانا الرجل يرى فقيرا، أسرة فقيرة، شخصا فقير، ويريد أن يساعدهم. طيب لو ساعدهم لا يبقى لديه مال حتى يذبح أضحية، إما صدقة إعانة للأسرة الفقيرة أو الأضحية، ماذا يفعل؟ والله أعلم. ما دام الرجل لديه نية يقول اللهم أنا أريد أن أضحي، ولكن هناك أسرة فقيرة يحتاج إلى المال، المنزل دمرت، لا يوجد عندهم منزل، فإذا أعطاهم فنحن نقول والله أعلم قد يكون ثوابه أكثر وأعظم، لأنه أعان أسرة وأسس لهم منزلا، فيكون ثوابه إن شاء الله أكبر وأعظم، ولا بأس يجوز. فما دام هو لم يشتري خروفا أو شيئا وبعد ذلك قال اعملوا، أو إذا أعطاهم المال وقال هذا إعانة لكم مساعدة يعني، ولكن إذا قال يا أخي هذا فلوس أو هذا الثمن حق الأضحية أنا أعطيكم، ولكن أنتم أحرار تتصرفوا كيف تريدوا، فهذا خطأ. إذا أعطيتهم المال حتى يذبحوا وهم لم يذبحوا فعليهم الإثم، قد خانوا الأمانة. ولكن إذا أنت أعنتهم في سبيل الله وبعد ذلك لم يبقى لديك مال حتى تذبح، فقد يكون ثوابك أكثر وأعظم، لأنك عملت شيئا مفيدا أكبر. تشتكي دي جار هي أم
عائلك فقير ددين شخصك فقير بريتنا ويكي بري ما هي يا امي قربانك بدن ياجي امي آلیکاریایی بکن ام بیشن هزار قایمه پره من هی شخصی که جیران من فقیر مالای خرابیه یا زی پره قربانه بدم از پره قربانه بدم پرتن از آلیکاریایی بکم یا جی از پره بدم از قربانه نادم دوی وقت هانه دا مادام من پره ایجا نکری حیوان نساندیه حیوان من نکری لین تخوازم العید دا قربانه کی بدم دقیقی مادام من نکریه من ید دلی تدایه تدبیجه تخوازم بکم ليش عيد ناتي يا جماعة ما دام تنيات كده تقول يا رب ولاد خاصم قربانك يبدم ليش قربان رمهكي مايه تيجي نكر ليه عقلته ده هي ما دام تنيات كر تيجي نكر يتبي بريد قريب تبي عائلة فقير وإن شاء الله خده يجي خيرك زيتر جدته ما دام تقول يا ربي ولا حزار قاعد تري من هي يا قربان يا مال فقير حيرب ده مال فقير رش خو مالك يا أبا بكن إن شاء الله خير هاي قالك ترى لو رتيجي قربان الناس عندي ليه دما وقت بيجي والله عائلك فقيرة لذي فريق قربان خجوانا بشينم لذي عقلته ده قربان هي تدبيس فريق قربان تشيرم كيف وانا تخون دستينن شدكن كيف وانا يو وقتهم جناكار جنابه جرز بيحيل نكم اوجي مجبور قربانه كي بدن قابا قد بيجن فريق قربان اشترى تشيرم لكيفاته تزارو كرا جلا دستينه تمالا قشت كي حيوانه تصين تسربستي يو وقته از آليكاريا وحيلاتكم از آليكاريتكم جمون او حيله بك حرامي كي بك اما کاجرا بهش مهاش تبی پری هانی اددم تا آلیکاری کش خواهم مالک چه که لی خدا زانه نیتام چیه نیتام من مخاستی از قربانه کی بدم ولکن وانا فقیرن محتاجن امکان وانتنه وی نیت هانی اددم وان افچد به والله اعلم هات فهم کرنه بیا تنیت کربه جی مادام تا حیوان نسانیت تخواهد به عید هاد از بکم لی والله عید ناتیو او جیران تا مالای خرابو باران هات مالای خرابو آگر مالای کد وی وقت هانی چد به دليل كماتنا كتبيجي چه نابه فقها مثلا بريا عيده بريتاتنا بعد تشكي شرطه ناي خواستن ايه اري هر ديش خوازي هر دياب كي بكه دليل تشتكي تنا كبيجا چه نابه مثلا حجره مايه ششمه ومالباتك فقير هي اذا حتى ششمه صبركم هرم حاجه يا زي اليكاريا فقير بكم من عائله فقير كر بريم خلاص بو حج سر من فرض ايدي انا فرضه خلاص آلیکاری هایی کرد من آلیکاری عائله که فقیر کرد لورا مسلمان گره با عاقل به فهمات اشتاب کرد نه باطل نه به حج سرتا فرض نه بیدی خلاص تاج خیره کی کرد خیره ده گلک تره اللي لورا دیجا وقت حج ناتیه وقت حجات اوجه پریت هبت مجبور هر فهمنا هذا لا بأس هل يجوز أن يعتقد على السنة؟ يجوز العقيقة من الأفضل أيام الأول ولكن يجوز أن يؤخر كمان ما فيش مشكلة في سنة الأول ما كان عنده فلوس بعدين حصل عنده الفلوس لا بأس يجوز والله أعلم نعم إذا إما لدينا مبلغ قليل من المال أو نذبح ضحية أو نعين فقيرا فنحن إذا أعنا فقيرا لا بأس شرعا يجوز فتقول يا أخي أتفضل هذا مساعدة اعمر بيتك يعني بيته دمر فأنت تعينه ربما يكون أفضل لأن الأضحية لم يجب عليك وهذا فقير يحتاج فأنت تعينه فالإسلام يأمرنا دائما أن نفرق بين الخير وما هو أخير يعني عندك أسرة يتيم يحتاج إلى أن تؤسس له منزل أو تذبح خروفا تعطيهم وهم يأكل خلال يومين ثلاثة وبعدين ينتهي تعمل لهم المنزل يكون أفضل هذا هو الإسلام الذي يأمرنا أن نكون عقلاء ونفهم ما هو أخير الخيرين يعني بيا بكرتاي أمي تشبكن أمي برا بدن عائلك فقير جبونا آلیکاریای بكن بي وقتانه ما قربان ندال خدا إن شاء الله خير وبركتك زيادة كنسيب مرة لورا ما تشتكي ذهب خير تركريا أبيا تشيبو هناك أمر آخر الناس يقعون فيه في بعض الدول ليس في معظم الدول هناك بعض الأشخاص فهموا بأن الأضحية يجب هكذا قلنا في الجمعة الماضية الإمام أبا حنيفة رحمه الله ويقول الأضحية واجب على صاحب الإمكان ولكن مع مرور الزمن الناس نسوا كلمة صاحب المال فقالوا يجب على كل واحد أن يذبح طيب إيه
الرجل لا يوجد عنده مال فيذهب فيستقرض، يأخذ الفلوس من الناس بالدين وبعدين يذبح. شرعا هذا يجوز، ولكن العلماء يقول لماذا تكلف نفسك يا أخي؟ لا بأس، نحن لا نستطيع أن نقول لا يجوز. يجوز أنا أستقرض المال من صديقي من أخي وبعدين أذبح شيئا، هذا شرعا يجوز، ولكن العلماء يقولوا لماذا تحمل نفسك أكثر من طاقته؟ لا داعي، قد يأتيك مصيبة أخرى فلا تستطيع أن ترد دين، ليش تحمل نفسك؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لماذا؟ لا داعي. فلا بد أن نصحح لهم المفهوم، أن نقول لا داعي لهذا العمل، ما في عندك فلوس الله لا يطلب منك، لماذا تذهب وتستقرض وتحمل نفسك على أن أفعل؟ لا داعي. قسمك يجي إنسان أبيال هنك الولاة متكن شتكن دبي قربان مجبورة كرز بدم أبي كان بجمع مذهبي خوش خادم حنيفينا، يعني الإمام حنيفي دبجات واجبات بدي أبي إمكان تهبن إجاب زمان در باس بو ملته إمكانش بير باكر هو هم هر مسلمان كي جرا قربانه كي بده هو فهم كرن عيد هات بريوتنا جيراني بيش قربانه ده جرا أجي بدم أزي شبكم دچم پره دایندکم جیرانش فردا و حتی هنک چنج بانقای پره دایندکم پره بانقای دایندکن دبی وی پره آنه و حاصل وی پره آنه چه قربانه کیده تشتکی باشنه نه دینن سربسته نب حرامه ولكن چی ایجاب کد باره خو گراند کی پره تتنن خودش تنه خواستیه ضرر وی کار آنه تنه افجی لازمه جوان را بجن گلو انسان باره خو گران نکن اویا تشتکی زیده چی ایجاب کد وقت کی دین جوان قربانه کی پاشته نه خوش بکوی بلا کی ور سرت تنکار دین خوشی بدی ایجاب ناکه بکردید بجن سر کو نیشه بن لگره ندن اویا تشتکی گرم جملت را بجن حیل پره تنه مجبوری بی تشتهانه نکه. امر آخر بعض الناس خصوصا الذين يعيشون في الغربة ولهم أقارب في البلد فبنية الأضحية يرسلون لهم المال فيقول بحجر واحد ربما نضرب كم عصفور أنا يكون قريبي أتصدق عليه وكذلك أكون قد دفعت الأضحية يعني أعمل حق الأضحية كذلك وكذلك صلة رحم قريبي أنا أتصدق عليه. ولكن الخطأ متى يحصل؟ قد يكون لهذا الفقير أقارب كثير أكثر من واحد في الخارج فهذا يبعث المال وهذا يبعث وهذا يبعث 4 5 يرسلون له والرجل يقول أنا يكفيني نعجة واحدة الفلوس الأخير أشتري للأولاد أغراض في المنزل. صاحب الأضحية هو يظن بأنه قد دفع وسيذبح ولكن لم يذبح فحينئذ نحن نخضع أنفسنا فهذا علينا أن نقول يا أخي إما أن تذبح أو لن أرسله لك. ترسله بنية المساعدة لا بأس ابعث ولكن أرسلته بنية الأضحية فعليه أن يذبح لأنه أصبح وكيلك الوكيل عليه أن يقوم بما هو الواجب. أحيانا الناس يقعون في هذا الخطأ فعلينا أن نبين ونقول له يا أخي هل ستذبح أم لا؟ إذا قال لا أنا أحتاج المال أقول يا أخي طيب أنا لا فلوس الأضحية لا أبعث صدقة أبعث ولكن الأضحية عليك أن تذبح. هو يقول يا أخي أنا لا أحتاج اللحم أحتاج ربما أحتاج الخبز أحتاج الدقيق أحتاج شيء آخر فهناك خطأ أحيانا يحصل فعلينا أن نصحح هذا الخطأ ولا نفتح المجال لهذا القريب على أن يفعل خطأ إما أن يذبح أو نرسل لمكان آخر حتى لا نجمع عليه المنة وكذلك الإثم. كذلك نحن بعد نقول ساعدتك والمسكين يرتكب إثما لأنه لا يذبح نيابة عنا فيرتكب الإثم فعلينا أن نبين هذا الأمر. كماني كادني چدبه افجي دنوا ملت مدا چدبه خوازم گوی باش بکن اوی کو امل اوروبا یا دولت در و فقیر اقربای مل ولات هنه گوداری بکم را وی شاشیتی چه نبه یک فقیر ام بجن دولت قدر و سه چار حب اسمام و اقربای هنه اوانا تف دبه ولاج اقربای خوش اسمام خورم پره قربانی بشین هم اقربای ما ام خیره کی جراب کن و هم قربان خوشی بدن اف فقیری هانه 3 حب بریو هنه الدربا 5 حب اقربایی هنه 5 حب پره قربان اجراتن 5 حب قربان ابي فقيري هانه تماشات كد به حيره ولا 5 حب قربان مرا زيدنه از حب کی سری جيكم از پره 4 حبايش خاص زارو كرا برنجي وبالغرو شكرو رونو تشتابستينم ابي جواب كنت بردا
چید به چه نابه دفردا گناهکاری کیت کن او اوج گناهکاری کیت کن لورا ما پره دایم گوتت وکیل منی تو قربان کی بده تو زاروک خوب کن ایوی فقیر دبی حیر حب کش مرا بسه از چهار حباس بکم جه تقوا پره چهار حباس به خواردن بس نجبون سال کش مرا بسه دفردا گره ام دقت بکن آگه دار بن جوی فقیر هانی را بجن ای بسمام ای برا تی قربان بدی ندی دما کو حیر ولا زناد حب کش مرا بسه ای پره دی از بخم بی وقت گرم پره جرا نشینه پره قربان نه تو برای ته هدیه کی تدی کی بده کی اما پره قربان خو بلا برای خو خوشکا خو بسمام خو اوجی پیرش خو برنج روم بستینه قربان تنه ده دفردا گونه دوستی ته ده گونه کی دوستی وده ادفردا ام هر دو آریجی وی شاشیتی آنید کن لی ازانم گلک انسان مجلی که مانی آنید کن سه چهار حبرا برای خورا پره کی تشینن او براجی حبه کی ده او ادنجی پره داوی جه با خو زارو کرا تشتا دستینه اویجی کیمانی کی اگر ام وی تشتیانه نکن یعنی بزنم بجا بسمام من برای مشترا پره قربان هات نات اگر گوگو پره قربان هاتی تمام مالاتا آوا از قربان خودم یکی فقیر براوی فقیرانه بده اما اشترا بشیرم تجی قربانه کی ندی تو وکالتی هم خیانتی تدا بکی بی وقتانه تجی گناهکاری اجی گناهکارم دبر داجی شاشیتی کی تدا هي گرم زانبه امر آخر في الجمعة الماضية أتى سؤال الجمع بين النذر والأضحية. أولا الجواب الأول كان خطأ، نرجع عن الخطأ وهذا الحق وحق أن يتبع، ولكن جزء منه كان صحيح. جزء الخطأ العلماء يقولوا إذا كان عندنا حيوان صغير نعجة خروف يكفي لواحد، فأنت لا يجوز لك أن تجمع بين النذر والأضحية. إذا ذبحت بهذا النية فعليك أن لا تأكل، توزع اللحم لأن النذر توزع. فهناك أحيانا الرجل يقول لله علي إذا نجح ابني أن أذبح خروفا وآكل مع الأولاد. فهذا ربما يجوز لأنه لم ينوي أن يتصدق بها على الفقراء، قال أذبح للأولاد، هذا ربما يجوز. ولكن إذا قال علي أو لله علي إذا نجح ولدي أن أذبح خروفا في سبيل الله فأصبح نذرا. فالنذر المفروض مبدئيا النذر توزع على الفقراء. طيب الأضحية يجوز لك أن تأكل، فحينئذ يحصل تضاد أو الضد، يعني ضدين، السنة تأكل والفرض عليك أن توزع، فهذا لا يجوز. ولكن إذا كان الحيوان كبيرا بقرة، فالبقرة العلماء قالوا حيوان كبير يجوز لك أن تجمع فيه بين نيات مختلفة. ربما أنا أنوي أن أذبح عقيقة عن ابني، صديقي عقيقة عن بنته، واحد ينوي النذر، واحد آخر ينوي الأضحية، وكلنا نجتمع في بقرة، هذا يجوز إذا كان حيوان كبير، لأن الحيوان الكبير يكفي لسبعة. نحن لا نذبح 7 مرات، مرة واحدة تقطع رقبة وخلاص. فإذا كان الحيوان كبيرا يجوز أن نجمع بين النذر والأضحية والعقيقة، فقسم منها نوزع على الفقراء هذا نذر، وقسم الأخرى من نية الأضحية ونأكل. ولكن إذا كان الحيوان صغيرا هذا العلماء قالوا لا يجوز، الغالبية عظمى هكذا، والله أعلم، يكون قد صححنا ما قلنا به خطأ، ونرجو الله أن يغفر لنا ذلاتنا. والأسئلة حينما يكون مباشرة على الهواء أحيانا نخطئ في الجواب، والله هو الذي لا يخطئ ونحن بشر نخطئ. تشتكي دي حفظة چوی سواله كاتبو کرن ما شاشتی کی جواب دادا بو، جواب کی نیوی شاش نیوی راست. سوال چی بو؟ حیوانك بچوک میشن بزن تنیتا قربان کر، تنیتا نذره کر. نذر ام ترکی جرد بین آداق سر من فرضه. يعني سوال هات ما هر دو چه دبن، ولكن راستی او بو حیوانا بچوک ده هر دو بهورا چه نابن. حیوانك بچوک لورا نذر تمجبوری بدی، تمجبور لفقیره بلاکی ای قربان سربست تبخوی ام کی جا بکن ام نزانن لگا با کو حیوان مازن به ام بجن حیوانك مازن گاه مگا کی سری شکل دگا دا دورا حیوان کی وکا گاه مازن به 7 حب انسان کارم ببین ارتاق قربانه کی شریکی وی حیوان مازن دا انسان دکارن، يعني دكاره بجا يا ربي والله في حيوان انا از سري جيكم قربانه ونذره وأوازا قربانا صبيا يجي از وانا تبعك حيوانا كمازن دا بدم ده حيوانا مازن ده افشد بن لورا حيوانا مازن 7 حب انسان دكارن ببن شريك ام بجن 7 حب انسان ماهاتن يكي جو از قربانا زاروك خدم، يكي جو از قربانا عربا خدم،
یکی گو از نظر خود دم یکی گو از قربان خویا عید ددم هفت حب مشقات توب کرم چه دبن هفت حب دکارم في شکل حیوان مازن دا لید حیوان دا بچوک دا هفت حب انسان نکارن تدا کوم ببن و اوا راستی اوا کمانیاک مکرجی خدا عز وجل معفو بکه ام امام گره هین کلمه لا ادري یعنی از نظانم گرم هین بیابن لجانا نفسه ما قبول نکن بجن ام نظانن افجی کمانی که گرم بجن ام نظانن یا جي والله ناي بيرامن ام سر بساكن جواب خلاص كن فعلينا ان نتعلم كلمه لا ادري مع الاسف الشديد اصبح ثقيلا على الائمه ان يقولوا انا لا ادري والمفروض يقول لا ادري فاذا سئلنا عن شيء فقلنا لا ادري فاذا علينا ان نتاكد وفي الجمعه القادمه ان شاء الله سنصحح او ربما نعلم جوابا ولكن ربما هناك جواب افضل واحسن أو ربما نتأكد فعلينا أن نتعلم كلمة لا أدري ومن قال لا أدري فقد أفتى قرن فيري بيا جبن خدا عز وجل نفسه ما بتشوك بك أم تكاربن حقيقة قبول بكن يعني جانا التلفزيون هذا إمام سؤال تكرن فقير وجد بيك از بيجم أنا ظانم ملت بيجه ها شما هو أنا ظان ما بي إمام تشتك نظانه مع الأسف أبجي كيمانية ملت اللي باشترين أو إمام دمك سؤالك هات كرن شبه دلی یوده به صدی صد جواب خودت شکی دابه باشترین او بجا والا از پیوست از پشکی سر بخبتم بلکی جواب که خوشتره و بلکی عین تشتی مگو راست به لی امدهات کاربن باش بجن لی گلک جرا نفس ما قبول نکن بجا ام نزانن لوراک امام کی بجا نظام ملت به دوی امام تشتک نزانه جاهلش کن ادها چه ترزانم لورا تلفن درکتنه و گوگل درکتنه تق 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 که که جواب تداد دینه فايبيدار خدا عز وجل معفو بك إن شاء الله وخدا سلامتي يبدمه تقبل الله منا ومنكم جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.